شكرا يا دكتورة، اتفضلي. جاهزة يا أستاذة المرافعة؟ جاهزة يا فندم. سيادة القاضي، أنا شاهد إن هي عملت كل ده غصب عنها. أنت مين؟ محمود عبد الحي، حسنين عبد رب. صلتك إيه بالمتهمة؟ أنا خال شيماء يا فندم، وفي مقام أبوها. بلتمس من المحكمة سماع الشاهد. اثبت حضوره. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. تعرفيه عن القضية؟ أنا كنت مع شيماء ثانية بثانية وقت تسجيل الفيديوهات دي يا فندم، وشاهد على إن جوزها أجبرها إن هي اللي تعمل الفيديوهات دي. والله العظيم يا فندم. يعني أنت كنت معاها وهي بتعمل الفيديوهات دي؟ أيوة يا فندم. شيماء يا فندم تعبانة وعندها ظروف صعبة، كانت مضغوطة وأنا كنت معاها طول الوقت، وكنت بشوف جوزها وهو بيديها. استغفر الله العظيم. أصل هو يا فندم بيتعاطى خمور وحشيش، كان بيديها برشام هلاوس، أنا كنت بشوف، بس أنا خواف وجبان يا فندم، لا عرفت أتكلم ولا أعمل أي حاجة. كان بيخليها تتعاطى وهي يا فندم هي على نياتها ما كانتش تقدر تقول له لا ولا تكسر له كلمه، وكان يعني مورينا وش انه هو انسان طيب وراجل اخلاق. وفي مره يا فندم، في مره ضربها وهنها، حاولت احميها وادافع عنها، ضربنا انا كمان، فخافت عليا يا فندم، وقررت ساعتها ان هي تكمل علشان كانت ماضيه عقد بشرط جزائي 10 مليون جنيه. وطبعا يا فندم هو كان بيكسب من وراها بسبب الابلكيشن اللي كان عامله، اللي كان بيلم عليه الناس، بيستغل جهل الناس وفقرهم. كل ده يا فندم بسبب الفلوس. كان بيستغلنا يا فندم، يستغلنا علشان يكسب من ورانا. وانا ما عرفتش كل ده الا بعد فوات الاوان في الاخر خالص. اتفضل. والله العظيم يا فندم انا مش بكتب، هي دي الحقيقه. اتفضل. يا أستاذة، إيه اللي يثبت الإجبار اللي حصل لها ده؟ للأسف يا فندم وجود دليل على إن الزوج أجبر زوجته على إتيان أفعال هي غير راغبة فيها من رابع المستحيلات، ولكن يمكن الاستدلال عليه بوجود المتهمة أمامكم في قفص الاتهام، والمتهم الثاني تمكن من الهرب خارج البلاد.